السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد وفلوج جديد من الفرح الهندي. اول يوم هيكون يوم الساتشك وهو يوم الهدايا، هنفتح فيه الهدايا بتاعه العريس والهدايا بتاعه العروسه. تاني يوم هو يوم كتب الكتاب، وهنشوف مع بعض كتب الكتاب هنا في مسلمين الهند بيكون عامل ازاي. هنشوف ده كله مع بعض وهوريكم كل حاجه بالتفصيل من الاول للاخر كانكم حضرتوا الفرح معايا. بس قبل ما نروح على الفرح لازم اروح دلوقتي اشتري هديه للعروسه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، ويلا بينا. دلوقتي بقى رايحه عشان اشتري الهديه بتاعت العروسه. مش عارفه اشتري لها ايه، بس اكيد هيكون حاجه للبيت، يعني طاسات، حلل، طباق، معالق، الحاجات دي. كده وصلت للمحل، لكن انا محتاره جدا هشتري ايه، لان انا بحب الحاجات العمليه، يعني ما بحبش الهدايا اللي هي عارفين الحاجات اللي بتبوظ بسرعه. لا، انا بحب حاجه تعيش وقت طويل ويفتكروني بيها كتير. وبس كده اخترت الهديه بسرعه جدا، لان ما كانش فيه وقت خالص اختار كتير يعني. فاخترنا هديه وهوريها لكم لما اروح. اوريكم بقى الهديه حلوه جدا هتعجبكم، يعني هي حاجه بسيطه بس حلوه. شايفين شكل الحنه النهارده عامل ازاي ولونها عامل ازاي؟ بقى بني اغمق شويه، شكلها حلو قوي. مش عارفه انتوا ايه رايكم في الحنه اللي هي الهنديه اللي هي بتبقى الايد كلها؟ ايه رايكم فيها؟ انا مش متعوده عليها، لكن هنا بيعتبروها حاجه جميله قوي، فانا ايه بمشي مع التيار برضو. خلاص كده النهارده هو رابع يوم في الفرح الهندي، فرح صاحبتي. النهارده رابع يوم وهو اسمه ساتشك. ده اليوم اللي هنروح فيه بيت العريس، اليوم اللي بيدوا فيه الهدايا، يعني بيعملوا فيه حاجات كتيرة جدا حلوة جدا هتشوفوها معايا النهارده. وكمان جبت لصاحبتي هدية، جبت لصاحبتي الهدية دي زي ما شفتوا في المحل مع بعض. هي عبارة عن حلة عادية جدا، بس الحلة دي انا كنت جايباها في اول فرحي وكنت بحبها قوي، فجبت لها نفس الحلة وبس. يلا بينا. برا وبكده وصلت لمكان الحفلة، وهي المفروض ان هي حاجة تقليدية ان هما بيدخلوا وصاحبات العروسة بيبقوا ماسكين الطرحة دي وهي بتكون تحتها. وادي فستان العروسة طبعا لونه اخضر، لان اليوم ده برضو اللبس فيه مفروض يبقى لونه اخضر، وكمان غوايشها شكلها حلو قوي. بتدخل العروسة بقى مع صاحباتها كده بالشكل ده، وبيكون مستنيها جوه اهل العريس ومحضرين كل الهدايا اللي هم جايبينها. طبعا اهل العريس لما بيجوا بيبدأوا بقى يحضروا الهدايا بتاعة العروسة على يعني زي كده عرض ليها، وبيبدأوا يدوها الهدايا دي. اول هدية وكانت غوايش من اللون الاخضر وحنة، وكمان عطر الصندل يعني صندل. وبعدين الحما بتاخد الصندل وبتحطه على دقن العروسة وعلى دقن اختها برضو. ودي الهدايا اللي هم جايبينها، دي الهدايا اللي قدموها في البيت، وكان منها فستان العروسة وكل الاكسسوارات اللي هتلبسه وكمان الشبكة، لان اليوم ده يعتبر زي يوم الشبكة عندنا في مصر. ودي الشبكة بتاعت العروسة اللي متقدمة من اهل العريس. وعادة ان هم اللي بينقوا كل حاجة، هم اللي بينقوا الشبكة وهم اللي بينقوا الفستان بتاع فرحها اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. يعني هي ممكن بس تكون عارفة لونه، لكن هم اللي بينقوا الفستان. ودي الدعوة المقدمة من عائلة العريس لحضور الفرح. وطبعا دي برضو من الحاجات اللطيفة قوي، وكل الناس يعني بيحاولوا يبينوها احلى واحلى. دي بقى زي طرحة العروسة عندنا، بتكون طرحة كبيرة باللون الأحمر. ودي الغوايش برضو غوايش يوم الفرح، ودي غوايش يوم اللي بعد الفرح، ودي غوايش عادية للاستخدام. ودي بقى اللبس المتقدم ليها في الحفلة نفسها. بيقدموا كمان معايا جوز هند وورق بان اللي هو الورق الأخضر ده زي ورق الشجر كده، وسكر، وجوز هند من النوعين اللي هو الناشف المجفف والعادي، وكاجو ومكسرات، وسكر اللي هو قطع كبيرة.
فساتين عادة بتكون فساتين سهرة او فساتين استقبال او هكذا. واكيد طبعا بيقدموا مع كل الحاجات دي حتى الصنادل اللي هي تلبسها في الفرح هم اللي بينقوها برضو بيجيبوها. ودي طبعا اكيد الخلخالين المشهورين وال11 خاتم، وده اتكلمت عليهم في فيديو عيد الام قبل كده لما لبست كل الحاجات دي. والخلخالين دول مهمين جدا في اي فرح، وزي دبلة الخطوبة عندنا وبتتلبس في الرجلين، يعني اليمين والشمال بيلبسها الهدايا اللي هم جايبينها. وحاجة من الحاجات الغريبة اللي بتحصل في الافراح الهندية في يوم الشبكة او يوم الساشك هقول عليه، ان هو كل الهدايا اللي بيجيبوها لازم تتعرض وتتفتح، ويعني يعني يدوها للعروسة كده في ايديها او يحطوها على كتفها. حتى لو فوت يعني الناس التانية بتجيب هدايا برضو بيفتحوا الهدايا دي وبيدوها مثلا الفوطة على كتفها كده. بعد ما خلصنا الحفلة بدأنا ان احنا بقى هناخد الهدايا اللي اهل العروسة جايبينها لاهل العريس. طبعا كان الترحيب في بيت اهل العريس كان ترحيب كبير، كانوا واقفين كلهم وكل واحد بيرش عليك برفان وبعدين يدوكوا شوكولاتة وكده. شايفين زي طبعا البنات من عيلة العروسة بيدخلوا معاهم الهدايا، هدايا لمامته، هدايا لاخته، هدايا ليه شخصيا، لكن هدايا كتير. في المسلمين بتكون عادة يعني في الطبقة المتوسطة الهدايا بتكون بسيطة، لكن طبعا في الديانات التانية وفي الطبقات الأعلى الهدايا بتبقى حاجات غالية جدا. بصوا دي جزمة للعريس، وفي لبس للعريس برضو. بيبدأوا بقى يحضروا الحاجة ويبينوها بشكل لطيف كده قدام العريس قبل ما يبدأوا المراسم بتاعة الشبكة بتاعة العريس. وممكن بيجيبوا حاجات كتير جدا لدرجة الأكل، يعني ممكن حتى يجيبوا طبيخ معاهم. دي حاجات زي برفانات للعريس، ودي زي تيشرتات وجزمة وأكل برياني. بعدين بيبدأوا بقى الحفلة نفسها، وهي فيها تقليد غريب شوية. أخت العروسة بتحط الحنة على صباع العريس كده وتلف عليه حاجة زي اللي انتوا شايفينها دي، وتفضل ماسكة في صباعه وتفضل ماسكة في صباعه جامد، وتطلب منه مبلغ من الفلوس. طبعا انتوا شايفين قدامكم ده كان فرح اخو افضل، لان اللقطة دي انا جبتها لكم مخصوص من فرح اخو افضل. لو هو بقى شد صباعه مش هيدفع لها حاجة، لو هي ما سابتش صباعه لازم يدفع لها زي حلاوة كده او نقطة. ودي بتحط برضو الصندل على دقن العريس واخوه. ودايما كده في الحفلات الافراح الهندية العريس مش هو اللي بيكون النجم، يعني عادة بيبقى اخوه او اخته هو اللي بيبقى قاعد جنبه في كل حاجة، لان طبعا الفرح مفصول زي ما انتوا شايفين. العروسة بتكون في مكان والعريس موجود في مكان. تبدأ بقى اخت العروسة تديله الهدايا، تأكله الحلويات وتديله الهدايا المقدمة من عيلتها. وطبعا زي ما بقولكوا كده بيفضلوا يفتحوا الهدايا قدام المعازيم ويحطوها في ايد العريس او يلبسوها له، او نفس اللي حصل مع العروسة. ويا جماعة في حاجة في الافراح الهندي بحسها ان الافراح هنا بحسها كده كل حاجة فيها ابيض واسود، يعني حتى زارهم مع بعض ابيض واسود كده. بحس ان هما زي ما يكونوا قاعدين في محاضرة او في مؤتمر مثلا، مش فرح. ودي الاخت العروسة برضو بتلبس اخو العريس اللي هو افضل. انا طبعا لخبطتكم، لكن كنت عايزة اوريكم اللقطات دي من فرح اخو افضل. شايفين ازاي يعني حتى الساعة اللي هم جايبينها بتلبسها له، وادي الفوطة اللي هم جايبينها برضو. بص اهو بيحطوا الفوطة على كتفه، ولو في اي حاجة تانية بيديها في ايديه مثلا.
ودي بقى يوم كتب الكتاب بعد ما خلصنا حفلة الهدايا والصاشق. ودي حفلة طبعا يعني بتتكلم عن نفسها. العريس بيلبس لبس الفرح بتاعه وهو اسمه شرواني، والقبعة بتاعته دي او العمامة بتاعتهم دي زي ما انتوا شايفين بيدبسها بدبابيس اصلا. ودي العربية اللي هيروحوا فيها. العربية دي يعني عربية كلاسيكية، يعني هتقولوا ايه الزلموكة دي؟ لا دي عربية كلاسيكية ومن الحاجات اللي هي ايه صنعت في الهند وقديمة جدا، فبياخدوها كده في الافراح والمناسبات. وهم دلوقتي متوجهين للمسجد عشان يعملوا مراسم كتب الكتاب. والعروسة ما بتكونش معاهم في اليوم ده، هي بس العريس اللي بيروح وعيلته، وطبعا ابو العروسة وكل عيلتها من الرجالة بس. فالرجالة بس هم اللي بيحضروا كتب الكتاب اللي في المسجد. وده طبعا كله تصوير افضل، انا ما كنتش هناك، لكن العروسة بس بيبعتوا لها العقد تمضي عليه، يعني هي ما بتبقاش موجودة وقت كتب الكتاب. بيبدأ بقى الإمام يسأل على الشاهد، ونفس اللي عندنا بالظبط في كل حاجة، يعني طبعا نفس العقد وكل حاجة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. وقال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. आपकी मौकिला को बदले इस महर के मैंने अपनी ज़ौजियत में कबूल और मंजूर किया. وبكده يكون عريسنا خلاص اتكتب كتابه، والعروسة كانت ماضية على عقد من امبارح بالليل. المفروض ان هي بتكون ماضية على عقد من يوم قبليها. ودي بيلبسوه الورد المعروف جدا في ايام الفرح، لازم العريس يبقى لابس طوق من الورد. وبكده يكون خلصنا اليوم بتاعنا النهاردة، وهشوفكم بالليل بقى في فرح العروسة والعريس وكمان يوم الوليمة. واشوفكم في الفيديو الجاي. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في قناة، وشكرا ليكم، وربنا يا رب كلكم يرزقكم بالازواج الصالحة وتتجوزوا كلكم، اللي مش متجوزين والمتجوزين بقى ربنا يوفقهم في حياتهم. وشكرا، باي باي.